السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل وشينزو زي ماتيريال ماستر. قبل ما نبدأ تعالوا بينا نفتكر أهم أحداث الحلقات اللي فاتت. راح تشين مع باقي المقاتلين لبركة روح الدم والكل استنى فيها على قد قوة تحمله، وبعد 3 أيام كان الكل خرج وتشين لسه ما خرجش لدرجة إنهم فكروه مات، بس فجأة خرج لهم ومستوى قوته عالي جدا، واتجمع الكل وراحوا على مسابقة جبل الجحيم واللي المفروض انهم هيصطادوا فيها الوحوش ويجمعوا كريستالات القوة منهم. بس لما دخلوا وبدأت المنافسة اكتشفوا ان مقاتلين مملكة وي بيصطادوا المقاتلين مش الوحوش، والقائد بتاعهم هو اللي طلب منهم يقضوا على كل مقاتلين مملكة تشي. وبعد ما جاء هينج بدأ ينفذ التعليمات وكان السبب في خسارة مقاتلين كتير. حظ الوحش خلاه يقع مع تشين، وقدر تشين انه يخلص عليه هو ومساعدينه وانقذ الاميرة. ولما شين فينج عرف مكانه راح قتله علشان ينتقم منه، فعمل له تشين إصابة وعجز في إيده، ولولا إن شين فينج هرب من قدامه تشين قتله. وخرجوا كلهم واتصدم الجنرال لينج والقائد لما عرفوا إنه جاو هينج مات، وقال شين فينج إن تشين هو اللي قتله، لكن استخدم تشين ذكائه وقدر إنه يجيب التهمة على شين فينج وأنهى المسؤول الجدال، وطلب من كل مملكة تاخد طلابها وتمشي. أخذ الجنرال وكبير الشيوخ مجموعته على ظهر الطائر ورجعوا المملكة وراحوا للإمبراطور، وكان سعيد بيهم جدا ووزع عليهم الهدايا ورجعوا على بيتهم. وجه لين تيان أخذ تشين وراحوا على عيلته، وهناك تعاملوا مع تشين معاملة خاصة جدا. ده بقى كان ملخص سريع للحلقات اللي فاتت. لو عاوز تشوفها انزل في صندوق وصف الفيديو هتلاقي لينكات اتفرج عليها بترتيبها، وارجع لحلقة النهاردة علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. وما تنساش اللايك والشير لكل حلقة من الحلقات اللي فاتت حلقة النهاردة، ويلا نبدأها على طول. اول ما والد دين تيان شاف تشين عرفوا وقعدوا على كرسي معاهم من كراسي شيوخ العيلة وعملوه باحترام جدا. قالوا له على المشكلة بتاعتهم، فقال لهم تشين انه ممكن يساعدهم ويصنع لهم حبوب واكسير. والد لين تيان قال له ان عيلة لين بتعمل تركيبات كيميائية عالية المستوى وبيبيعها لأعضاء العيلة بسعر قليل، لكن المشكلة إن عيلة لي هتوقف التعاون معاهم ومش هتدي لهم أعشاب ولا حبوب تاني. ما كانوش فاهمين سبب اللي حصل ده إيه، واقترح عليهم واحد من الموجودين إنهم يكلموا عيلة زاو ويتعاونوا معاهم بدل لي. ولقى الكل إن الفكرة دي كويسة، خصوصا إن عيلة زاو تعتبر أكبر عيلة عندها أعشاب طبية كتيرة. بس برضه كان شاغل بال والد لين تيان المشكلة اللي عملتها مع عيلة لي، لأنه ما كانش شايف مبرر ليها خالص. لفت نظرة تشين اسم عيلة زاو وقال إن ممكن تكون هي عيلة شيانج زاو، ودخل لين تيان هو كمان في الكلام، وقال لوالده ان المكونات الطبيه بتاعتهم افضل مكونات. ولسه والده هيرد عليه دخل الشيخ وقال له ان عيله لي راحوا المحل الرئيسي بتاع الادويه بتاعهم ودمروه. وطبعا اتعصب جدا والد لين تيان بصفته كبير العيله وقال انه هيقتلهم كلهم. طلب منه تشين انه يهدى ويسيبه يتصرف، وطلب من لين تيان انه يروح للشيخ ليو جوانج وياخد منه حبوب. وراح هو والباقيين على المحل الرئيسي بتاعهم. واول ما لين تيان وصل لقى هناك واحد من عيله لي وهو لي يوان، اللي اول ما شافه طرده من المكان هو والشيخ اللي معاه. ولما لين تيان تجاهل كلامه وجي يدخل علشان يدور على ليو جوانج، وقف لي يوان في وشه ومنعه، فضربوا لين تيان بالقلم على وشه ومن قوه القلم وقعه في الارض. وحس لي يوان بالاهانه قدام الناس كلها، وجي يهجم على لين تيان تاني برضه اتضرب تاني. فجم الحراس علشان يقبضوا على لين تيان، بس كبير الحرس لاحظ انه قوي جدا وكان مستغرب هو قدر يوصل لكل ده امتى، وطلب منه لين تيان انه يديله فرصه يشرح له، وقال انهم جايين يسالوا عن الشيخ ليو جوانج واللي بعتهم هو تشين. وقف لي يوان وقال للحارس انهم بيكذبوا عليه علشان يهربوا، لانهم اكيد ما يعرفوش الشيخ ليو جوانج لانه الكيميائي رقم 2 في المملكه كلها واكيد ما يعرفهمش. واقتنع رئيس الحرس بالكلام ده وهجم على لين تيان علشان يدمره، لكن خرج الشيخ شين مو على صوت الدوشه وسالهم ايه اللي بيحصل، ولما على قائد الحرس انه ما سيطرش على اللي بيحصل. فاعتذر له القائد وقال له ان في 2 بيقولوا له انهم جايين من طرف تشين وعايزين يقابلوا الشيخ، ولما منعوهم عملوا كده. واول ما الشيخ سمع اسم تشين نزل لهم على طول وضرب لي يوان بالقلم وطرده من المكان علشان يسكت خالص. واعتذر للين تيان واللي معاه وطلب منهم يسامحهم على سوء التفاهم ده، واخدهم على قاعة الضيافة وقدم لهم شاي كمان. بعد شويه جالهم الشيخ ليو جوانج بنفسه واعتذر لهم عن التاخير عليهم، ولما حكوا له على اللي عاملاه فيهم عيله لي اتضايق جدا وطلب من الشيخ شين مو يجيب له المسؤول، وطلب من لين تيان واللي معاه انهم يستنوا. واول ما وصل وو المسؤول عن توزيع الحبوب على عائلات، واجهوا الشيخ ليو جوانج بلين تيان والشيخ اللي معاه وسالوا ليه وقفوا الحبوب اللي بيدوها لهم. فنزل وو على رجله وقال للشيخ انه ملوش اي ذنب في اللي بيحصل، ان فرع عيله لي في العاصمه الملكيه هي اللي مسيطره عليهم ومش بتبعت لهم الحبوب اللي بيحتاجوها. برضه الشيخ ليو جوانج كان متضايق منه وساله ليه ما بلغوش بالكلام
الكلام ده اول ما عرفه، فقال له وو انه خايف لان في كيميائيين كتير من عيله لي موجودين معاهم في كل القاعات، وان موشان هو المدير المسؤول عن المنطقه اللي فيها عيله لين. فطلب منه لي جوانج يبعته له هو ولي يوان بسرعه. واعتذر لي جوانج لي تيان والشيخ اللي معاه واقسم لهم انه ما كانش يعرف حاجه. فقال له لين تيان انهم جايين لان محلهم الاصل اتدمر ووالده وتشي تشين راحوا على هناك. فخاف لي جوانج ان تشي تشين يجرى له حاجه واخدهم وراح على هناك معاهم. وفي المحل الرئيسي كان قائد عيله لي مع القائد ليو وبيطلبوا من لين يونيان انه يبعد لانهم هيديروا المحل دلوقتي. وحاول لين يونيان انه يفهمهم ان عيله لين بتحترم القانون دايما، لكن القائد ليو ما كانش عايز يسمع له وامر حراس انهم يهجموا على المحل ويدمروه. واخيرا وصل رئيس العيله وطلب من القائد ليو انه يهدى، قال له ان ملوش حق انه يدمر المحل لان كل الحبوب اللي موجوده فيه هم فعلا اخدوها من عيله لي لكن اشتروها وبقت من حقهم. فرد قائد عيله لي وقال له ان العيله وقفت التعامل معاهم وعايزين الحبوب بتاعتهم، وطلب من القائد ليو انه يتصرف معاهم. امر ليو الحراس انهم يدمروا المحل ويضربوا ويسجنوا اي حد يقف في وشهم. فعلا بدا الحراس التنفيذ على طول وضربوا عمال المحل ولسه يكسروا اللوح. جه تشي تشين ومنعهم وقال لهم ان القانون مش بيحكم على حد ابدا اللي هم بيعملوه ده. فامر القائد ليو حراسه بالقبض عليه. وقف تشي تشين في وش الكل من غير ما يخاف وسال القائد ليو ازاي بياخد اوامره من عيله لي. فرد عليه القائد بانه مش بياخد اوامره من حد لكن بينفذ القانون، لان عيله لي حره في انها تقبل تتعامل معاهم ولا لا. في الوقت ده وصل الشيخ لي جوانج اخيرا وضرب رئيس عيله لي وساله مين خلاه مسؤول عن حبوب مش بتاعته اصلا. والكل خاف من الشيخ وتراجع. وبص الشيخ لرئيس العيله وقال له انه مطرود من وظيفته في دار الطب، وامر شيمون يمنع عنهم هم الحبوب. قعدوا يترجوا انه يسامحوا لكن الشيخ امر حراس انهم يرموهم بعيد. وضرب شين فين لما حاول انه ينتقده ويتناقش معاه. وقرب الشيخ من تشي تشين وطلب منه يسامحه على الغلط اللي حصل، واكد له انه ما كانش يعرف اي حاجه. شكر تشي تشين على مساعدته ليهم وسلم على والد لين تيان وقال له من النهارده يقدر ياخد كل اللي هو عايزه منه هو شخصيا، وغير كده هيعينه هو مسؤول المنطقه والموزع الرئيسي للعائلات. وخاف القائد ليو ان الشيخ يعرف اللي عمله مع تشي تشين ويعاقبه، فاخد حراسه وهرب. اما تشي تشين فاخد لين تيان وراحوا على دار الطب وعرفوا على الشيخ ورحبت بيهم هما الاثنين واخدتهم على اجتماع الشيوخ. وهناك ادالها تشي تشين ورقه فيها مكونات وطلب منها تجهزهم علشان التركيبه الجديده. وراح شيمو جاب كل حاجه واخده هو والشيخه وراحوا على اوضه التحضير وطلع الكريستاله اللي فاز بيها في مسابقته الاخيره. ومن ناحيه تانية بنشوف شين فين وهو عند والدته وبيحكي لها، واتضايقت ان في داعم جديد لتشي تشين وقالت له ان نهايته على ايديها قربت جدا. اما خبر اللي حصل لما وصل لرئيس فرع عيله لي الرئيس كان هيموت، ولما فاق جاب القائدين اللي واجهوا الشيخ وقال عليهم انهم فشله، وراح للامير تشو كانج بتاع المشاكل واخدهم وراح لدار الطب. واول ما شاف تشي تشين استغرب انه بقى بالقوه دي. قالوا له ان ده الشخص اللي عاملين معاه المشكله. فقرب منه هنا تشو كانج وقربوا من تشي تشين كلهم وهددوه انهم هيقضوا عليه. ولسه كبير عيله لي بيهجم عليه كان تشي تشين ضربه ووقعه في الارض. فقام تاني ولسه بيهاجموا تاني جه ووشي ومنعه. قالوا ان المشاكل اللي بيعملها دي هتصعب موقفهم اكتر. واعتذر لتشي تشين وطلب منه انه يسامحه. فضربوا رئيس العيله وقال له ان هو وبس المسؤول، وطلب من الامير تشو كانج انه يتصرف. وجت الاميره وطلبت منه يهدى ويفهمها الموضوع بالراحه. قال لها ان تشي تشين بيتحداه وهو اقل منه بكتير، فكان الشيخ هيتدخل لكن الشيخه سكتته وطلبت من تشي تشين انه يفهمها ايه اللي حصل. ولما حكى لها بصت للامير تشو كانج وقالت له انهم مجرمين ويستاهلوا اللي حصل لهم. ولسه رئيس العيله هيناقشها. قرب منه الشيخ ليو جوانج وضربه بالقلم على وشه ووقعه على الارض وضرب الامير تشو كانج بعدها. كل ده ما كانوش يعرفوا ان الشيخه هي رئيسه دار الطب. ولما القوات دخلت وحيوها طلبت منهم يقبضوا على الامير وكبير العيله، فعرفوها واللي انقذهم والقائد لما طلع اليشم الامبراطوري اللي معاه. اضطرت القوات انها تسيبهم، بس الشيخه ما هماش وقالت لهم انهم اتجرأوا على دار الطب ومحدش يقدر يعمل كده خالص. وامرت القوات انهم يمسكوهم تاني، بس المره دي القائد استخدم قوته وبعدهم عنه وقال لهم تشي تشين ان الامبراطور بيدي اليشم بناء على قوه المقاتل. طلع هو كمان اليشم بتاعه اللي بيبين مستواه وكان من اعلى مستوى. فخافوا كلهم واستسلموا وقرب منهم الحراس قبضوا عليهم. وطلع القائد ليو ابن رئيس عيلة لي فكتفوه معاهم. وفوشي اتأسف تاني علشان ما يتأذيش معاهم وقال لتشي تشين انه يحترم القانون واي كلام بيقولوا له عليه وسابهم ومشي. وبنشوف تشاو وهي بتدبر خطة مع الحارس بتاعها علشان تخلق مشكلة بين تشي تشين والامبراطور. لكن الامبراطور في الوقت ده وصل له اللي عمله الامير تشو كانج في دار الطب وتعصب جدا وقالوا انه دايما بيسبب لهم الاحراج وبيخلي وشه في الارض. ومن ناحية تانية جاله قائد عيلة لي واشتكى له من ان تشي تشين انسان مخيف وبيستخدم قوته ضد القانون. فجالهم الامير كانج والد تشاو لينجشاو مقاطع كلامهم وقال لهم ان الامير تشو كانج صحيح من العيله المالكه بس اخلاقه غير سويه. ده غير ان دار الطب مش بتاذي حد. وقتها اتهموا القائد بانه بيدافع عن تشي تشين لانه عايز يتجوز بنته. لكن الامير كانج ما سكتش وقال له ان بنته مش محتاجه ان حد يدور لها على زوج وطلب منه يحترم نفسه في الكلام معاه.
ولما الامبراطور لقى ان المشكله هتتطور بينهم سكتهم كلهم وقال لهم انه هيسمعهم كلهم، لكن في النهايه يعاقب المذنب عقاب كبير وطلب من الامير قائد عيله لي انه يتكلم الاول. فقالوا الامير ان دار الطب وقفت التعامل معاهم وطردوهم من مناصبهم، وكل ده علشان يرادوا تشي تشين بس، والمفروض انهم يتراجعوا عن القرار ده ويعتذروا له. وطلب الامبراطور من الامير رونج ان يقول رايه، فقال الامير ان تشي تشين ماشي يخوف الناس وبيأذيهم ولازم يقف عند حده. وافق الامبراطور وقال للامير انه موافق انه يعاقب تشي تشين بس بشرط انه ياخد مكانه في المنافسات بعد كده، واللي خلاص قربت جدا. فخاف الامراء الاثنين وطلبوا منه انه يهدى وما يعملش كده، وبعت الامبراطور كبير الشيوخ علشان يشوفوا الموضوع مع تشي تشين. وبعد شويه كمان جالهم الامير كانج بمرسوم من الامبراطور. وتاني يوم راح تشي تشين للمكان اللي بيتجمع فيه النبلاء وكان عايز يدخله. لما الحراس منعوه قال لهم انه معاه شيك بفلوس كتيره وعايز ياخدها. طلع لهم ورقه ال50,000 اللي كان مخلي النبلاء يمضوا عليها مقابل حياتهم، وطبعا ده مبلغ كبير جدا. الحراس اول ما شافوه قالوا عليه نصاب وكانوا عايزين يضربوه، بس هو اللي ضربهم ودخل القاعه غصب عنهم، ودخل عرف شيوخ العيله على نفسه فرحبوا بيه جدا لان سمعته كانت سابقاه. قالوا له انهم لازم يحتفلوا بيه، بس لما ورا لهم ورقه المبايعه اللي معاه وبعت الامير جاب ابنه جي وقال له انه بني ادم غبي ومتهور، وحتى لو تشي تشين قتله فهو مش هيهتم. وقعد جي يترجى والده انه يساعده ما يتخلاش عنه، لكن والده ضربه برجله وقعه في الارض. فضل جي يعيط وترجى والده، فطلع تشي تشين سيفه وقال له انه هيقتله وبعت له ضربه مميته. بس الامير بعدها عن ابنه في اخر لحظه وقال له انه مش معاه الفلوس دي كلها، لكن معاه كنوز للعيله غاليه وممكن يديها له، بس الكنز ده مش موجود معاه لكن في المعبد القديم، وده في مكان خطر جدا وما يقدرش يروح هناك ابدا. لكنه سمع كتير عن قدراته وقوته الغير طبيعيه ويقدر يجيب له الكنز ده وياخد نسبه منه، وطلب منه يدخل معاه القصر علشان يقول له على التفاصيل كامله. وافق تشي تشين، ولما دخل لقى حاجه غريبه جدا وهي اكوام من الكنوز المخفيه، ولقى كمان طريق من الطاقه الخضراء وصلته لاحجار لونها ذهبي، وقال لهم عليها انهم من النوع الرخيص. فعرضه واحد من الموجودين وقال له ان كنز الاجداد من اعلى مستوى. فقطعه الامير والد جي وقال لتشي تشين انه مقدر مكانته العاليه والكبيره، وانه مدخله معاه القصر مش علشان الحاجات البسيطه دي، كان علشان كنز الاجداد في المعبد القديم. وقال له انه هيبدل معاه 50,000 عمله اللي عايزها بنص كنز الاجداد. بس تشي تشين فاجئه وقال له انه مش عايز الكنز وعايز ال50,000 بتوعه لانه مش عايز يخاطر بنفسه. فرجع الامير انه يوافق وقال له لو عدى من الاختبار هيديله 10,000 زياده على فلوسه. وقتها وافق تشي تشين ودخل المعبد اللي طلع موجود في نفس المكان، كان مليان بالطاقه وارواح الاجداد اللي دفنوها جوه الكنز علشان يحموه ويزودوا قوته، ومن ضمنهم لوحه الروح. فضغط تشي تشين عليها بايده ودخل طاقه لتشي جواها وتجاهله ومشي. فلقى طاقه الروح خرجت وكتفته وبقى كانه في سجن، انه نجح انه يحرر نفسه، وبعدها سيطر على قوه الروح وسحبها له. كان الامير مطمن في الوقت ده ان تشي تشين مش هيعرف يسيطر على كل الافخاخ الموجوده في المتحف، وقالوا ان اكيد هيخلص منه ومن الدين اللي عايزه منه. وفضلوا كلهم يضحكوا، ما كانوش يعرفوا ان تشي تشين قدر يحل اول لغز واخد الكنز ليه. في الوقت ده كان الجنرال لينج بيبلغ كبير عيله وي بموت ابنه جاو هينج في المنافسه، قال ان مملكه تشي هي المسؤوله وخصوصا تشي تشين وابن خاله شين فينج. والخبر نزل على كبير العيله زي الصاعقه، واخدوا هو والحراس واتحركوا. كل ده وتشي تشين لسه بيحل الغاز الكنوز، ووصل لكنز صعب جدا وما كانش عارف يسيطر عليه، وانتبه انه على شكل تنين فرماه بقوه لتشي لحد ما نجح وسيطر عليه. واول ما مسكه قعد يتدرب عليه علشان ياخده كوحش يروح ليه، لكنه اكتشف ان دي كائنات خدعه، ما سيطرش على التنين ولا حاجه، لكن التنين قام هاجمه. ولما تشي تشين حبسه في سجن سحري هرب التنين وطلعت روح شريره منه ضربت تشي تشين ودخلت جوه بحر روحه. وكانت الروح اللي شيطان شكله وحش جدا، كان فرحان انه هيسيطر على جسم تشي تشين، وقال له انه صبر كتير بس في الاخر جاله واحد قوي فضل يحوم حواليه وقال له انه خلاص محدش هيعرف ينقذه منه. فحضر تشي تشين قوته كلها وضربه بيها، لكن الروح الشيطاني فضل يضحك عليه وقال له انه فرحان جدا بيه لان مستواه كويس جدا، لكن لسه ناقصه حاجات كتيره ودي اللي هيزودوا بيها لما يسيطر على جسمه. وبرضه تشي تشين فضل يقاومه والروح الشيطاني يضحك عليه، وكسر بلوره الحمايه اللي كان عاملها تشي تشين علشان يستخبى فيها بعيد عنه، ودخل مسكه من ايده وقعه على الارض وطلب منه يستسلم ويبطل يقاوم. لكن تشي تشين ما سمعش كلامه وفضل يقاوم، والمره دي روح الشيطان مسكه من رقبته وخنقه وطار بيه. وتشي تشين صرخ وقال انه مش هيقبل بالوضع ولا هيستسلم، واستدعى سيف الامبراطور وخوف الروح الشيطاني بلمعته. واول ما بعد عنه حوطه تشي تشين بكتاب مليان ورق سحري وخلاها تحاربه. فخاف الروح الشيطاني وهرب بسرعه قبل ما تشي تشين يلحقه، لكن تشي تشين استخدم السيف الامبراطوري اللي معاه وقضى بيه على الروح الشيطاني وفعل حمايه على الاوضه. وخرج للامير وقال له انه اكيد كان عارف بكل الحاجات اللي مر بيها وانه كان بيخدعه،
فقال له الامير ان المكان اللي دخل فيه ده مجرد اختبار، ولو نجح فيه هيقدر يدخل لمتحف الاجداد الاصلي، وانه كان متاكد ان موهبته هتسمح له ينجح في الاختبار. وحكى له تشين ان في روح شيطانيه جوه نايمه في المكان، وحاول انه يقضي عليها بس معرفش. كان الامير مش مصدق ان تشين عمل كل ده وضحك عليهم واخد الكنز والفلوس ومشي. في الوقت ده كانت تشاو بعتت لوالدها علشان يساعدها في انه يقضي على تشين. لما العم الصغير عرف توقع نيتها الشريره وراح يتاكد بنفسه. ومن ناحيه تانية كان الجنرال لينج ومعاه كبير عيله وي وصلوا المدينه وبيدوروا على بيت شين فينج، وكل الاخبار دي وصلت للامبراطور، فنبه عليهم ان مهما حصل لازم يحموا تشين. اما تشين فرجع اخيرا البيت لوالدته وطلب منها ما حدش يزعجه في اوضته لان وراه حاجه مهمه، ودخل لاوضته وطلع الكنز اللي اخده من قصر الامير وكسب قوه ليه، وحاول انه يستكشف قوه السيف بعد ما ضاف لها روح الاجداد اللي سيطر عليها. وفجاه لقى 2 مقاتلين كسروا عليه باب الاوضه بسيوفهم ووقفوا يقتلوه، استخدم سيفه واستغل القوه الجديده اللي بقت معاه ووقف قتلهم وقال ان دي فرصه حلوه للاستكشاف. ودخل جزء من الروح دي جوه واحد من المقاتلين وسيطر على تفكيره، خلاه يفقد وعيه وعمل دوامه من الاف السنين حواليه وصد بيها ضربات المقاتل كلها ووضع عليه. ولسه هيرتاح لقى المقاتل الاولاني فاق ووقف يقتله هو كمان، وبعد ما ضربه اختفى وفكر المقاتل انه خلص منه، لكنه لقى واقف تاني مستنيه بسيفه وبكل قوته، وما كانش مصدق نفسه انه يكون في شخص بالقوه دي، وهجم عليه تاني ووقف يقتله. ولما ساله تشين عن سبب مهاجمتهم ليه قال له المقاتل انه قتل واحد واتهم سيده وسبب له مشاكل، وبكده عرف تشين السبب ان شين فينج هو اللي بعتهم. كان لازم ينهي القتال بسرعه، فاتحرك بسرعه البرق حواليه وضربه بسيفه وقتله، ودخل بعدها اطمن على والدته. الحراس المسؤولين عن حمايتهم موجودين معاه، وطلب منهم يتخلصوا من الجثث، وطلب من والدته تدخل لاوضتها وطلع احجار الكنز اللي اخدها من كنز الامير وحطها عند اركان البيت وفعل حمايه كامله عليهم. اما كبير عيله وي واللي معاه فراحوا لقصر عيله شين، ضربوا الحراس ودخلوا يسالوا عن شين فينج، ووقف الجنرال لينج يقاتل الشيوخ الموجوده. وبعد قتال كبير من كل الموجودين قالوا له ان شين فينج مش موجود، ورفضوا يقولوا له مكانه لحد ما واحد من الحراس خاف واعترف له بكل حاجه. اما تشين فكان لسه بيفعل الحمايه على بيت ولايه تشاو جات لهم البيت وطلبت باعلى صوتها انه يخرج لها، وكان معاها والدها ومقاتلين تانيين. وكان خالد تشين الصغير حاسس ان ده هيحصل، فاخد بنته حراس كتيره ووقف في وشها وطلب منها تبعد عنهم احسن لان تشين يبقى ابن اخته مش هيتخلى عنه. وخرج تشين هو كمان ووقف معاهم، وكمل الخال الصغير تشاو كلامه وقال لها ان ولادها الاثنين يستحقوا اللي حصل لهم، بدل ما تلوم على تشين الاولى بيها انها تلوم على نفسها لانها هي اللي جرتهم للشر. فقال له تشاو ان ما ينفعش يساوي ولادها بواحد زي تشين لانهم ولاد الامير وولي العهد، لكن شين يو اتجوزت واحد من الشارع محدش يعرف اصله. وما قدرش شين تشاو انه يتحمل الكلام ده على اخته، وجه يهاجم ما قدرش يستحمل قوه والد تشاو وكان هيقع. تحضر تشين مصفوفه قويه على ظهره علشان يقضي بيها على اي حد يتعرض له، لكن الشيخ الكبير وصل ووقف القتال وقال تشين في سره ان اللي حصل ده من حظ والد تشاو الكويس والا كان هيموته. وقف الشيخ اطمن على تشين لانه تلميذ الاكاديميه، وطلع قوه كبيره جدا هزت الارض بتشاو وكل اللي معاها، وقال لهم ان ما حدش يقدر يلمس تشين. وفجاه وصل كبير عيله وي السيد شين جوي ومعاه الجنرال لينج وحراس كتيره تبعه، فطلب تشاو من شين فينج انه يهرب بسرعه، وهي لفتت النظر بعيد عنه بالكلام مع واحد من الحراس، لكن شين جوي كانش غبي ووقفه قبل ما يهرب. فجريت تشاو وقفت قدام ابنها وقالت ان تشين الكذاب هو اللي قتل وبيتهم ابنها بالكذب. فرد عليها السيد شين جوي انه ما عندوش مشكله وهيقتلهم هما الاثنين، وقرب من شين فينج وطلع قوه كبيره وطار علشان يهجم عليه، وخاف شين فينج على والدته ابعدها عنه وطلع كارت سحري رماه في الارض واختفى. فركز شين جوي ثواني وقدر يوصل لشين فينج وخنقه من رقبته، فهجم جده على شين جوي ووقف يقتله، خلاه يسيب شين فينج. وقف حراس الجد يساعدوه لكن محدش كان قادر على شين جوي، وقدر انه يهزمهم كلهم. وراح شين جوي مسك شين فينج، ولما جت تشاو تدافع عنه ضربها. شين جوي جرحها ووقعها في الارض وفضل يطارد شين فينج علشان يقتله. وقبل ما يوصل له قال للشيخ الكبير لتشين ان في الاخر شين فينج هو ابن خاله ومش معقول هيسيبه يموت قدامه، لكن تشين قال له انه مش هيقدر يساعده لانه اضعف من شين جوي بكتير. كان شين جوي خلاص هيقتل شين فينج، فاقسم له ان مش هو اللي قتل ابنه لكن تشين. وبدأ يحس شين جوي ان شين فينج مش بيكذب لانه ضعيف جدا، فعلا لو كانت قتل مع ابنه فكان ابنه هو اللي قتله مش العكس. مع ذلك برضه ضربه على راسه وقتله، وقال له ان لو مش هو اللي قتله فكان موجود وشافه وهو بيموت وما ساعدهوش ولا انقذه. ما جت تشاو تنقذه رماها شين جوي بعيد وحدف لها جثه ابنها، وحاولت تشاو تدي ابنها اكسير وتنقذه لكن كان خلاص مات. فقعدت تعيط عليه وجه هاويان، واول ما شاف ابنه ميت على الارض كان هيتجنن وسال مين اللي عمل كده. كل جبروت رد عليه شين جوي وقال له ان هو اللي قتله، وجه هاويان يهجم عليه، ففعل شين جوي قوه الحمايه وصده
يتصدوا بيها، ومن قوته رماه بعيد عنه خالص ووقف يضحك. قال الامبراطور بنفسه، ولما لقى اللي حصل قال لشينجوي ازاي اتجرأ وجاي لحد مملكته وعمل كده. ولما شينجوي قال له ان ابنه اتقتل على ايد تلاميذه، قال له الامبراطور ان المسابقه كانت مسابقه حياه او موت، وكل اللي فيها كانوا معرضين للموت، ولو ما اعتذرش ومشي هيتعرض لعذابه هو. رد عليه شينجوي انه مش هيسكت غير لما يقتله ويقضي على مملكته خالص. وطبعا دي اهانه كبيره ما سكتش عليها القائد شي، ووقف قتله ودافع عن الامبراطور عن المملكه كلها. وكانت قوته كبيرة جدا، بس كمان شينجوي كان قوي جدا وما قدرش عليه، وحاول الامبراطور بسحر اسود خلاه مش قادر يقف، ووقف قال لهم انهم خلاص انتهوا ومملكتهم كمان انتهت. فطلع له تشي تشين ووقف قدامه وقال له انه مجرد تلميذ عادي وضعيف ومع ذلك هيهزمه، بس يسيب الباقيين وما يأذيهمش. وفرح شينجوي لانه هيواجهه، لانه من البداية عاوز يقضي عليه. وجه شينجوي يهجم عليه لقى انفجار قوي، ووصل ليه جوانج ورئيس دار الطب وحذروا شينجوي ان تشي تشين هو اللي بيصنع الاكسير، واي عداوة معاه هيمنعوا عنه هو ومملكته كلها الحبوب، ده غير انهم مش هيسمحوا له اصلا انه يأذيه. ولما صمم شينجوي عمل تشي تشين تكوين حمايه عليه يمنع وصول شينجوي ليه، خرج شينجوي اكبر قوه عنده علشان يقضي على التشكيل، وكان فعلا قرب خالص. راح تشي تشين طلع حجر سحري من معاه قوى تشكيل، فجه مقاتل كبير من وي علشان ساعد شينجوي، وعرف انه محتاج لقوته علشان يقدر يكسر التشكيل. في الوقت ده كان الملك ديانج وا رجع من الحرب وسمع ان المملكه في خطر وحفيده تشي تشين محاصر، فجري على مكانه على طول. نرجع تاني لشينجوي اللي وقف وطلع كل قوته هو وكل المقاتلين وركزوها على التشكيل علشان يقضوا عليه، فجالهم وكان تشي تشين لسه بيقاوم بس طاقته بدأت تخلص. المرة دي اتكلمت الأميرة وقالت لوالدها الإمبراطور إن تشي تشين عنده موهبة خارقة، ولو خسر محدش منهم هيقدر يقف قدام شينجوي وهيقدر يدمرهم بسهولة. وقال الأمير ولي العهد إن مفيش حاجة يقدروا يعملوها له، إن هو اللي ورط نفسه في المشكلة ومش لازم يخاطروا بمستقبل العيلة المالكة كلها علشانه. فترجت الأميرة الإمبراطور وقالت له إن هي السبب وهي اللي ورطته في المشكلة دي مع جاو هينج، وبرضه الإمبراطور سكت. ولما لقيته مش هيتصرف قالت له انها تتصرف بنفسها لان تشي تشين انقذها قبل كده، وهي هترد له الجميل، ولسه هتروح لواحد من الحراس ضربها وخلاها تفقد وعيها ورجعها على القصر. وللاسف كان التشكيل بتاع تشي تشين خلاص قرب ينهار، فجري ليو جوانج وشيخ الدار الطب كتفوا شينجوي، كل واحد من ايده ضربه تشي تشين، لكن برضه قدر عليهم ورماهم كلهم بعيد. اتجرحوا ولسه هيقضي على تشي تشين جاله جيانج وا وضربه وقال له انه قتل حفيده، ولسه عايز يقتل الحفيد التاني. سخر منه شينجوي، ولسه الامبراطور بيساله ساب الحرب ورجع ليه، قال له انه هيخلص على شينجوي وبعدها هيصفي حسابه معاه لان عيلته كانت بتدمر قدامه وهو واقف يتفرج عليهم من غير ما يساعدهم. وضرب الارض بقوته وقال انه ملك الحرب ومحدش هيهرب من عقابه ابدا، وفضل يعد انجازاته للكل. فرد عليه شينجوي بانه غبي وعمل دوامه علشان يهاجموا بيها، فطلع ديانج وا قوه فيها سرب من الاحصنه وهاجموا بيها، ووقفوا هما الاثنين في مواجهه مباشره. بس يا ترى بقى مين فيهم اللي هيكسب وايه مصير تشي تشي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.